الهداف التاريخي لنادي الزمالك ما كانش أكتر لاعب الناس كانت بتتكلم عنه ولا أكتر لاعب يعمل ضجة، لكن كان أكتر واحد يعرف إمتى يوجع الخصم. اسمه عبد الحليم علي. ولد يوم 24 من نوفمبر سنة 1971 في منية سمنود محافظة الدقهلية. بداية بسيطة جدا، مفيش كاميرات، مفيش أضواء، بس حلم. بدأ يلعب في الشرقية للدخان، ومحدش كان يتوقع إن المهاجم الهادي ده هيبقى بعد سنين أسطورة في نادي الزمالك. سنة 1999 وصل الزمالك. وقتها الكل كان مركز مع أسماء أكبر، لكن عبد الحليم عمل حاجة مختلفة. ما تكلمش، ما وعدش، استنى. ولما جات فرصته بدأ يسجل جون ورا جون، سنة ورا سنة، لحد ما الناس بدأت تلاحظ إن الراجل ده مش بيضيع، وإنه دايما موجود وقت ما الفريق يحتاجه. بس وقتها ما كانش حد يعرف إن الرحلة دي هتنتهي برقم صعب جدا يتكسر. وفي الحلقة الجاية هنشوف إزاي عبد الحليم علي بقى العندليب